حقق حفل كأس التسعين نجاحًا لافتًا أمس على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وتصدر الحفل ترند تويتر بكل الدول العربية، إذ ضم نجوم جيل التسعينات وعلى رأسهم الفنان حميد الشاعري والفنان محمد الحلو. وقدم الحفل الإعلامي ممدوح موسى في عودة استثنائية له لاقت إعجاب الجمهور، ونفدت تذاكر حفل كأس التسعين فورًا طرحها للجمهور، والذي جمع معجبي كوكبه من فنان التسعينات. وافتتح الحفل فنان التسعينات حسام حسني، وبدأ بالأغنية الأشهر له كل البنات بتحبك، متفاعلا مع حماس الجمهور. وأكمل فقرته بأغنية يا بنات فاتنات والدنيا حر. وأكمل الوصلة الطربية الثانية الفنان محمد محي، حيث استمتع الجمهور بحماس لأدائه على المسرح بأجمل أغانيه، أبرزها أعاتبك على إيه وبحبك وقادر وتعملها واتخنقت. وأكمل الوصلة الطربية الثالثة الفنانة سيمون بدخولها الملفت على أغنية تاكسي، كما كانت المشاركة الأولى للفنانة سيمون في السعودية وبالتحديد بجدة. وأكمل الجمهور الوصلة الطربية الرابعة مع الفنان حميد الشاعري صاحب المشوار الفني الطويل الذي ساهم خلاله في صناعة الكثير من الفنانين من خلال موسيقاه. ومن ضمن الأغاني التي قدمها لجمهوره حبيبي روح السمارة ونسم الصبا وغيرهم. وكانت من أبرز لقطات الحفل تكريم الفنان محمد الحلو، وغنى أشهر أغانيه ليالي الحلمية وزيزنية. وأكمل الوصلة الخامسة المطرب خالد عجاج الذي شارك بمجموعة من الأغاني منها تعالي في ناس وأصعب حب. ورحب الجمهور بالفنان مصطفى قمر للوصلة الغنائية السادسة، وغنى أبرز أغانيه وأشهرها الليلة دوب والسود عيونه ومنايا. وكما طالبه الجمهور بعزفه على آلة الجيتار على أغنية البينولة. وختم وصلته الغنائية بأغنية يا غزالي بمشاركة حميد الشاعري. واختتم الوصلة الغنائية الأخيرة الفنان إيهاب توفيق الذي قدم أغنية سحراني وعامل عاملة وملهمش في الطيب والله عليك يا سيدي. وختم الحفلة بأغنية تترج فيا.